انا رايي ان ورقه الجواز العرفي دي تفضل معايا انا. معايا هتبقى في امان اكتر. انا كمان رايي كده، بس عايزك تعمل لي منها صوره. من غير ما تقول يا وحيد، هعمل لك منها 20 صوره لغايه لما نشوف هنعمل بيها ايه. خد اعمل بيها اللي انت عايزه. تشرب قهوه يا وحيد يا ابني. كتر خيرك يا حاج. بابا بابا ده انت اللي بابا. ما تدخلني ولا انت ناوي تطردني ولا ايه؟ لا اتفضل. حلو قوي قوي قوي. ايه مالك؟ اتخضيت كده لما شفتني، كانك يا ابني شفت عفريت قصادك. لا ابدا، انا بس اتفاجئت يعني. ما كنتش متوقع انك انت ممكن تتنازل وتجيلنا هنا. ربنا يفاجئك تاني. اتفضل اتفضل اتفضلوا اقعدوا، واقفين ليه؟ اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا. يا كمان فين الورقه اللي انت قلت لاخوك ايهاب عليها؟ ورقه ايه؟ ورقه ايه؟ الورقه اللي امك اديتها لك. الورقه معايا انا، مش هتاخدها. بقول يا كمان حق لامك والا انا ممكن افرمكم. اسمع يا كمال، بص يا حبيبي، اديني الورقه المتصوره اللي معاك دي وانا هقول يا دار ما دخلك شر، كأن مفيش حاجه حصلت، وهبسطك بعديها جدا. بين لي انت بس حسن نيه وشوف انا هعمل معاك ايه. انا مش ممكن ابدا. والله ما تتعب نفسك وترد. انا مديك وقتك، خد وقتك، فكر وبعدين برد عليا، وان شاء الله هنوصل لخير باذن الله. واتكم بعافيه. انا متشكر ليكم. سلام عليكم. خلاص مشي. هو كان المفروض انه زمان خلاص مشي، انما ربنا كرمني وخلاني اشوفك حبيبي. همشي من غير ما اشوفك. تعالى يا ابني، تعالى. مالك انت خايف مني؟ ده انا حبيبك. انا بطلع كده وبعدين بنزل على مفيش، انما انت احبب حد عندي يا حبيبي ده والله. وبعدين انا كنت مكسوف اروح دلوقتي، مش عارف اودي وشي فين من بنت سمر ومن الست فردوس. الناس بيحبوك قوي. انا ما اعرفش ان ليك الشعبيه الكبيره دي، ده انت لازم تخش الانتخابات. بقول لك ايه يا كمال، انا هاخد حبيبي معايا، ممكن؟ والله اللي يختار. ما هو اللي هيختار، وانا عمري خليته ما يختارش. اختار اهو، اختار. هو مبسوط عايز يجي معايا. تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى. زي ما قلت لك يا كمال، ان انت اداك فرصه، فكر وربنا يكرم ان شاء الله. تعالى، ده انا هبسطك، ده انت حبيبي. تعالى تعالى، يلا يلا يلا. الحمد لله. بس كويس يا حاج ان انت سمعت كلامي وجبت الواد وحيد هنا. هو برضه يبقى متاوي، بدل ما هو بره كده عمال يلوكلك في الكلام واحنا دماغنا مش ناقصه شوشره. صار يا ابني، دلال قالت لي نفس الكلام. بس احنا بقى عايزين الواد ده يبقى تحت عينينا اليومين دول بالذات يا حاج. طيب ما هو موجود في الفيلا وما بيخرجش منها. بس الجدع اللي اسمه ايهاب ده ما هو عمال يزن برضه على دماغه، والتاني اللي اسمه كمال ده اللي طالع لنا في البخت جديد. قصدك ايه؟ كنت بقول يعني ناخده معانا الوكاله، اهو يبقى تحت عينينا في البيت وتحت عينينا في الوكاله. عشان ايه يعني؟ يعني لغايه بس ما ناخد الورقه اللي ظهرت دي ونبقى نرميه في الشارع زي الكلاب ونخلص منه. تعرف ان عندك حق. طب بس خلينا نروح ميعاد الوزير ده وبعدين نتفاهم. ماشي. شوف لي ايه التليفون ده، هاته. ده الحاج سعد خليل. حبيبي. الو، الحاج سعد خليل العظيم، وحشني. اهلا بيك. ما قلتليش
انت ايه رايك في السمك والجمبري الصيني اللي بعتهولك؟ يا عيني عليك. تمام تمام، سمك صيني وجمبري صيني، انما ما يتكسرش ابدا. يا اخي الجماعه بتوع الصين دول عفاريت، ما خلوش حاجه ما عملوهاش. دي صاروخ يا عم. مش عيب يا ولد ده كلام. يبقى لنا صاروخ بجد. ادعي لي بقى ربنا يكرمني. الوزير جه. يا اهلا معالي الوزير. اهلا يا حاج سيد. ماشي، اهلا يا مرحبا. اهلا سعادتك. ما بعتش فلوس الحزب ليه يا حاج سيد؟ انا غلطت غلطه كبيره يا باشا. انا حطيت فلوس باسم سعادتك في البنك، بس ملحوقه الناس هناك بتوعنا هنعالجها. ماشي، تحمل اخطائك بقى. اهلا سعادة باشا. سعادة الباشا. اقدم لك يا باشا يوسف ابني. اهلا وسهلا سعادة الباشا. أهلاً سعادة بيك. الباشا معالي الوزير، احنا مع كل قرارات سيادتك الاقتصادية ومع كل قرارات الحزب، يعني احنا وراكم يا باشا، وراكم. شكرا اهو شكرا. تسلم انا يا اذنكم. باشا. اتفضل تسلم يا سعادتك. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. سلمين معاك. اهلا يا حاج جاد. اهلا يا باشا، منور الدنيا مع الوزير. دايما فلوس الحزب منسيه كده يا جاد ولا ايه؟ ابدا يا باشا، الشيك جاهز، مستني تعليمات سيادتك. طيب اذا كان كده طيب اوكي. أنا سعيدة قوي إني شفت حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا اهلا اهلا. لقاء مراتي وفي نفس الوقت شريكتي في الشغل. برافو، ده شيء عظيم. ايوه كده، لازم نشجع الجنس اللطيف عشان يخش المنافسه. بتشجيع حضرتك طبعا يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. عن اذنكم. اتفضل معاليك، اتفضل. برافو عليك يا لقاء. في الأول أنا بحب أرحب بيكم جميعا، وبرحب بالسادة الصحفيين اللي معانا واللي ضدنا، وبرحب بالسادة رجال الأعمال وبالسادة المصدرين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية. في الحقيقة إحنا عايزين نتكلم بوضوح، بمعنى إن إحنا نطرح المشكلة ونحاول نلاقي لها حل. إحنا لما فتحنا باب الاستيراد للصين ما فتحناهوش للصين بس دي عشان إنهم ناس شاطرين. وانا هنا كممثل للحكومه احب اعلنها امامكم ان احنا ملناش مصلحه مع اي حد، واي حد عنده نقد لينا يتفضل نفتح باب المناقشه. إيهاب المصري يا فندم من جريدة الأسرار. اتفضل. شكرا يا فندم. ايه حكايه المصري دي؟ هو مش قال هيعدل ويقول اسمه الحقيقي؟ انتهى ابنك يا حاج. أنا هتكلم بمنتهى الوضوح زي ما سعادتك طلبت. أنا يا فندم شايف إن نتيجة لسياسة الاستيراد اللي بتتبعها حكومة رجال الأعمال اللي سيادتك واحد منها أدت في الحقيقة إلى انقراض الصناعات الوطنية في مصر. وده يا فندم لأن رجال الأعمال والسادة التجار بيستسهلوا. أنا مش بهاجم حد يا فندم، أنا أبويا واحد من الناس المستوردين اللي أنا بتكلم عنهم دول. أنا ابن الحاج سيد الدقاق. وبعدها لك يا فندي، انت لسه قايل ان انت ايهاب المصري، وانا مع ان انا مصري قوي انما اسمي سعيد الدقاق. خليه يكمل يا حاج. السادة المستوردين يا فندم والتجار اللي أنا بتكلم عنهم بيجيبوا لنا هنا أردأ بضايع من الصين. طب ما الصين بتصدر لأوروبا وأمريكا، ليه بتودي هناك منتجات عالية الجودة؟